الاهلي بيفوز على الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء وبيوصل للنقطة 72 في مقدمة جدول الدوري، ومحتاج 5 نقط من 6 ماتشات عشان يتوج رسميا بطلا للدوري المصري ال 43 في تاريخه. والاسماعيلي محتاج 3 نقط عشان يضمن البقاء في الدوري الممتاز، وفاضل له ماتشين، ماتش مع الداخلية وماتش مع الاتحاد السكندري. هكلمك سريعا عن المباراة ورأيي في اداء بعض اللعيبة، وعندنا اخبار حلوة جدا عن المنتخب المصري للشباب تحت ال 23 سنة. مين هو اللاعب اللي هرب من نادي الاسماعيلي، وايه قصة ايقاف القيد ل3 فترات وصراعه مع الهبوط. هعرفك ابرز الراحلين عن النادي الاهلي لحد دلوقتي، في منهم اللي مشي ومنهم اللي لسه هيمشي بعد نهاية الموسم، ومشكلة جديدة وفضيحة جديدة داخل نادي الزمالك. كل ده واكتر عزيزي الاهلاوي هتعرفه في حلقة النهاردة، فلو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقة جديدة، ده برنامج نسر الاهلي وانا ابانوب مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، ازاي الاهلي بيفوز على الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء وبيوصل للنقطه 72 في مقدمه جدول الدوري، محتاج 5 نقط من 6 ماتشات عشان يتوج رسميا بطلا للدوري المصري. والاسماعيلي نفس الكلام، محتاج 3 نقط عشان يضمن البقاء في الدوري المصري، وقدامه ماتشين، واحد منهم مع الداخليه والتاني مع الاتحاد السكندري. كولر نزل بنفس خطه الماتش اللي فات 4-1 وسايب مروان عطيه لوحده في نص الملعب، محمد الشناوي في حراسه المرمى، 2 قلب دفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، الباك اليمين خالد عبد الفتاح والباك الشمال علي معلول، واحد في نص الملعب لوحده وهو مروان عطيه، قدامه 2 محمد مجدي قفشه واليو ديانج، الجناح اليمين بيرسي تاو والجناح الشمال احمد عبد القادر، وراس حربه محمد شريف. طول الشوط الاول النادي الاهلي ماسك كوره ولكن بدون اي اهداف. لما تيجي تبص على الاداء من بره كده هتلاقيه اداء غير مرضي لجماهير النادي الاهلي، بس ما تنساش ان انت في اخر الموسم وعندك ضغط ماتشات رهيب جدا، لدرجه ان انت لعبت 4 ماتشات في 10 ايام، انت حرفيا دلوقتي بتلعب ماتش كل يومين. المهم ان في الدقيقه 50 بيرسي تاو بيسجل الهدف الاول وهدف اللقاء وهدف فوز النادي الاهلي باسيست من خالد عبد الفتاح. بعدها الاسماعيلي بدا يمسك كوره وسجلوا هدف التعادل في النادي الاهلي، ولكن حكم اللقاء حسبها لمسه يد. رعونه واستهتار غريب جدا في اداء رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، ما كنتش فاهم سببه ايه. هل هم شايفين ان الماتش سهل وان احنا خلاص ضمننا المكسب، ولا هم كانوا بيعملوا كده ليه؟ محمد شريف جات له كوره استلمها حلو وشاطها، ولكن لسوء الحظ تخبط في العارضه وترد تاني. تغييرات مارسيل كولر بيطلع احمد عبد القادر وبينزل كريستو، والمره دي بينزله بدري، ولكن للاسف ما نزلوش يلعب في المركز بتاعه الاساسي، ودي حاجه هتخليك تحكم على اللاعب بالسلب. بينزل محمد فخري وبيطلع محمد مجدي قفشه، وبينزل حسين الشحات وبيطلع بيرسي تاو، وهنا بيلاعب كريستو مكانه الاساسي في الجناح اليمين مكان بيرسي تاو، وبيلعب حسين الشحات في الجناح الشمال، واخر تغيير بيطلع خالد عبد الفتاح للاصابه وبينزل مكانه محمد هاني. ان شاء الله نطمن على خالد عبد الفتاح وتكون اصابه بسيطه. وبتنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي على نادي الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. ترتيب جدول الدوري الممتاز لحد دلوقتي، الاهلي في المركز الاول ب 72 نقطه من 27 مباراه، الاهرام في المركز الثاني ب 67 نقطه من 31 مباراه، فيوتشر في المركز الثالث ب 58 نقطة من 32 مباراة، الزمالك في المركز الرابع ب 56 نقطة من 31 مباراة. ولسه زي ما هي منطقة الهبوط مشتعلة جدا بعد تأكيد هبوط حرس الحدود، فاضل فريقين هيهبطوا. حرس الحدود في المركز ال 18 ب 21 نقطة من 32 مباراة، غزل المحلة في المركز ال 17 ب 32 نقطة من 32 مباراة، الداخلية في المركز ال 16 ب 32 نقطة من 32 مباراة، أسوان في المركز ال 15 ب 33 نقطة من 32 مباراة، طلائع الجيش في المركز ال 14 ب 33 نقطة من 32 مباراة، الإسماعيلي في المركز ال 13 ب 34 نقطة من 32 مباراة، وسيراميكا كليوباترا في المركز ال 12 ب 34 نقطة من 32 مباراة. زي ما قلت لك منافسة قوية جدا في منطقة الهبوط بعد حسم هبوط نادي حرس الحدود. تبقى فرقتين هيهبطوا لدوري الدرجة الثانية من 6 فرق، النقط بتاعتهم قريبة جدا من بعض، وده كان بالنسبة لترتيب جدول الدوري الممتاز. تاني حاجة بنحب نبارك لمنتخب مصر للشباب تحت ال 23 سنة بعد فوزهم على غينيا في دور قبل النهائي من بطولة كاس أمم أفريقيا للشباب
للشباب تحت 23 سنة وبيوصلوا للنهائي عشان يقابلوا منتخب المغرب. كمان منتخب مصر للشباب تحت 23 سنة بيتأهل لأولمبياد باريس المرة الثانية على التوالي. منتخب مصر للشباب في الأولمبياد. حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر للشباب وحارس مرمى النادي الأهلي بيقدم مستوى عالي جدا. لعب 4 مباريات وعمل 4 كلين شيت، وبكده بيكون أول حارس في تاريخ بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 سنة يحقق 4 كلين شيت. بصراحة حارس موهوب وليه مستقبل كبير قوي، حرفيا مستقبل حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر في أمان. الفضل بعد ربنا بيرجع للعالمي ميشيل يانكون. تعالى بقى أكلمك على نادي الإسماعيلي والمشاكل الكتيرة قوي اللي في نادي الإسماعيلي وصراعه مع الهبوط. زي ما قلت لك الإسماعيلي عشان يضمن البقاء في الدوري الممتاز محتاج 3 نقط من ماتشين. الماتش الأول مع الداخلية، وما أعتقدش إن الماتش ده هيكون سهل لأن الداخلية لو كسب هيضمن البقاء في الدوري الممتاز. الماتش الثاني والأخير هيكون ضد الاتحاد السكندري. بس الإسماعيلي عنده مشكلتين كبار جدا، ولو هرب من الهبوط الموسم ده ما أعتقدش إنه هيقدر يهرب من الهبوط الموسم اللي جاي. أول مشكلة هي هروب اللاعب فراس شواط من نادي الإسماعيلي، وده لأنه ليه مستحقات كتير عند نادي الإسماعيلي وكل ما يطالب بيهم محدش بيرد عليه ولا حد بيستجيب. الإدارة اتفاجئت إن فراس شواط ساب نادي الإسماعيلي وما بيحضرش التمارين وهرب بره مصر. دي كانت بالنسبة للمشكلة الأولانية. المشكلة الثانية وهي دي الكارثة اللي هتخلي نادي الإسماعيلي ما يقدرش يهرب من الهبوط الموسم اللي جاي، وهي إيقاف القيد عن نادي الإسماعيلي ل3 فترات. وده بسبب لاعب ما اعتقدش ان كتير منكم هيفتكروا اسمه نور الزمان الزموري. كان ليه 650,000 دولار عند نادي الإسماعيلي والإسماعيلي ما دفعش الفلوس، وبسببه تم إيقاف القيد عن نادي الإسماعيلي ل3 فترات. يعني زي ما قلت لك ان الإسماعيلي لو هرب من الهبوط وفضل في الدوري الممتاز الموسم ده ما اعتقدش ان هو هيقدر يكمل الموسم اللي جاي في الدوري الممتاز. تعال بقى اعرفك عن ابرز الراحلين عن النادي الاهلي، وفي منهم اللي مشي ومنهم اللي لسه هيمشي في نهاية الموسم. ايمن اشرف هو احد كباتن النادي الاهلي، بشكل كبير هينتقل لنادي البنك الاهلي من الموسم اللي جاي براتب سنوي 12 مليون جنيه. طبعا ايمن اشرف من اللعيبه الكبار واحد كباتن النادي الاهلي، وبنتمنى له التوفيق في اي مكان هيكون موجود فيه. وكمان سمعنا كلام ان النادي الاهلي عمل توأمة مع نادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز. في كلام ان شادي حسين ومحمد فخري وعلي لطفي احتمال كبير قوي تشوفهم الموسم اللي جاي بتشيرت نادي زد، وحمدي فتحي بشكل نهائي للوكرة القطري لمدة 4 مواسم ونص. بالنسبة لبرونو سافيو هو خلاص كده رجع للنادي بتاعه بوليفر البوليفي، والاهلي ما خسرش كتير، عشان بس المحنكين اللي بيقعدوا يهروا كتير ويقولوا ان الاهلي بيهدر المال العام والكلام العبيط ده. الاهلي تعاقد مع برونو سافيو ب1,500,000 دولار. الاهلي دفع القسط الاول 800,000 دولار، ولما برونو سافيو رجع تاني للنادي بتاعه اتنازلوا عن القسط التاني اللي قيمته 700,000 دولار، وكمان دفعوا للنادي الاهلي 300,000 دولار. ده غير ان اللاعب اتنازل للاهلي عن 400,000 دولار من مرتبه عشان يغادر الفريق. وبعد ما تحسب الحسبة دي هتلاقي ان النادي الاهلي ما خسرش غير 100,000 دولار ومرتب اللاعب. كمان عزيز الاهلاوي اشرف بن شرقي بعد ما اتعرض على نادي بيراميدز تم رفض اللاعب من نادي بيراميدز وبالاخص من باتشيكو. وكمان نادي الجزيرة عرض اللاعب على الزمالك ولكن بشرط ان الزمالك هيدفع 1,000,000 يورو، وكمان هيتحمل راتب اللاعب اشرف بن شرقي اللي هو 1,500,000 يورو. وتعالى بقى عزيز الاهلاوي اكلمك في اخر حاجة في حلقة النهاردة، وهي اخر حاجة في كل حلقة من حلقاتنا، وهي فضايح نادي الزمالك. الزمالك اللي فاز على المقاولين العرب في دور الثمانية من بطولة كاس مصر ب6 أهداف مقابل هدف. طبعا نتيجة زي دي انا ما اقدرش اقول فيها اي حاجة غير كلمتين 2 بس: احمد بالحاج لاعب نادي الزمالك المعار من نادي اسوان ما حضرش التمرين بقاله 3 أو 4 ايام، فهم قالوا اكيد ان هو تعبان وطلعوا اخبار ان هو عنده كورونا. المهم ان الاداره اتصلت باحمد بالحاج وقالوا له انت ليه ما بتجيش التمرين؟ فالراجل رد عليهم قال لهم تمرين ايه لا مؤاخذه، ما تقروا العقد كويس، انا اخري معاكم 30/6. فهنا امير مرتضى منصور استغرب جدا من الموضوع ده، ازاي اعاره 6 شهور واحنا دافعين لنادي اسوان 6 مليون ودافعين
6 مليون رواتب للاعب. هو في لاعب بياخد 12 مليون في اعاره 6 شهور؟ المهم ان احمد بالحاج قال له انا قلت لك اللي عندي والعقود عندكم تقدروا تقروها براحتكم، ولو كترتوا معايا في الكلام انا هطلع اشتكيكم في المحكمه الرياضيه. وبكده بيكون احمد بالحاج لعب مع نادي الزمالك 680 دقيقه، يعني 4 ماتشات، والماتش واقف على نادي الزمالك بحوالي 3 مليون. المشكله الكبيره بقى ان في بند في عقد اللاعب بيتيح للزمالك شراء احمد بالحاج بعد انتهاء اعارته ب 10 مليون بس، يعني ياخدوه اعاره 6 شهور ب 12 مليون ويشتروه ب 10 مليون، وفي الاخر يطلعوا يصيحوا ويقول لك الاهلي بيهدر المال العام. زي ما قلت لك قبل كده وهفضل اقولها ان ده مش نادي، ده عالم سمسم. المشكله الثانيه او الفضيحه الثانيه بتاعت نادي الزمالك ان حصل خناقه كبيره بين لعيبه الزمالك في الميران اللي قبل مباراه المقاولين. اللي حصل ان اوسيريو عمل تقسيمه بين اللعيبه، فتوح وشيكابالا والسيد الغديري ناشئ نادي الزمالك كانوا في فريق، وسيف الدين الجزيري كان بيقود هجوم الفريق المقابل. وفي كوره تدخل فيها سيف الدين الجزيري على ناشئ نادي الزمالك السيد الغديري واداله بالكوع في وشه، وطبعا تدخل فتوح واتخانق مع سيف الدين الجزيري عشان ضرب السيد الغديري، وقامت العركه ما بينهم يا صاحبي، والسيد الغديري عينه ورمه بسبب الكوع بتاع سيف الدين الجزيري. ودكتور الفريق نزل ارض الملعب عشان يطمن على السيد الغديري ناشئ نادي الزمالك، وبعدها فتوح ساب التمرين ومشي، وزيزو كمان ساب التمرين ومشي. ده كله حصل ومفيش حد اتدخل من الجهاز الفني ولا حتى من الجهاز الاداري، فبصراحه لك الله يا زمالك. المهم عزيزي الاهلاوي، مباراه النادي الاهلي اللي جايه في الدوري المصري الممتاز قدام نادي الاتحاد السكندري، وده هيكون يوم السبت 8 يوليو الساعه 8:30. وبكده بتكون خلصت حلقتنا من نسر الاهلي. فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع ابانوب مفيد.